وعلاش دخلت مرتك معاك في الدومين تاع سبور؟ جوستومون المرة تاعي في الحقيقة عرفتها انايا اصلا في الرياضة. السلام عليكم، انا احمد وانا ريما. الضيفة تاعي هي زوجتي اللي راح تشوفوها بزاف في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. في فيديو اليوم رايحين نهضروا على محتوى القناة. محتوى القناة حيكون متغير شوية على واش شفتو، يعني ما يكونش خاص بيا وخاص بزوجتي والعائلة تاعنا المصغرة يعني الصغيرة، فيها الاطفال تاعنا، حيكون فيها اكل صحي، رياضة، وشنو ثاني، ولي فلوج، وبوكو بليس رايحين نهضروا على الرياضة اللي هي الخدمة تاعنا انا والزوج تاعي. هو مدرب خاص بالاطفال والرجال، وانا مدربة خاصة بالنساء والبنات في الفنون القتالية اللي هو اختصاص البنتشاكسيلات. حبينا نتشابهوا في هذا الدومين تاع الرياضة. علاش؟ بوكو بلوس على جال العنف ضد النساء. رانا نشوفوا بزاف نساء واطفال راهم يتعنفوا، وبزاف اطفال ونساء ثاني يتعرضوا للاغتصاب. حبينا نعلموا الدفاع عن النفس. يعني اذا حكينا عن الرياضه ماهيش حتكون غير دفاع عن النفس، تكون فيها لياقه بدنيه، فيها بناء عضلي، فيها بزاف امور اللي كنا دائما عندها علاقه بالرياضه. حطينا ديجا دي فيديو في القناه تاعنا تاع انستغرام، درنا فيهم كلكو تكنيك تاع الدفاع عن النفس. كاين ناس سقسونا في الانستغرام قالوا لنا وين جايين نتوما، والرياضه هذه عرفونا بها، وش تستقطب بالناس اللي تستقطبهم. يعني كانت كاين اسئله نسيلخصوها في اجوبه قصيره. يعني نبداو بالحاجه الاولى، وين جايين حنايا؟ احنا متواجدين في ولايه بليده، وبالتحديد رانا عندنا لحد الان رانا في صاله في خزرونه. قال لك نساء واش من لاج اللي تقدر تبدا دير فيه سبور؟ يعني شوف، اذا هدرنا عن نساء نهضروا على الرجال كيف حنا عندنا لاج غير محدود، يعني من 4 سنين وطلع ينجموا كاع يمارسوا هذه الرياضه، حتى يكونوا عجايز وشيوخه عادي. صح، قلت لي ما عندناش لاج هكا سن محدد. بصح اني جيتك انا وحده كبيره، كيفاش نقدر نمارس الرياضه؟ شوف، هي في الحقيقه كي نهضروا على ممارسه الرياضه بحد ذاتها تعاود تولي الكل اختصاص كيفاش داير. يعني اذا كانت وحده كبيره في اللاج ما كاش كيفاش راح تمارس كيما واحد صغير اللي عنده المرونه وينجم يكون كيما نقولوا حنايا سوبل باش يدير امور حركات ولا تقنيات تكون سهله بالنسبه ليه. يعني كي تكون كبيره حنراعيو اللاج تاعها كيما نقولوا عامل السن، ونراعيو عامل الفيزيولوجي تاعها بلي ما تنجمش دير امور اللي احنا نمدوا لها على حسابها. هذه هي. وحده سقساتني قالت لي انا يتبلاوني بزاف ويحقروني وجامي قدرت نديفوندي على روحي. زعما شحال لا بيريود اللي لو كان ندخل نتعلم نقدر نتعلم فيها نديفوندي على روحي؟ دونك هي تو ديبون لا ثلاث كيفاش داير. يعني كاين اللي ما شاء الله نسبه الاستيعاب تاعو كبيره ويتضابط يعني يتاقلم ليه، وكاين اللي يطول. مي على كل حال حنا نراعيو زعما علميا كيما نقولوا عندك باش تبدا تتاقلم مع الحاجه 21 يوم فما فوق، هذه في المده القصيره. واذا نهضروا المده بعيده باش تصيب لي ريزولطا، يعني انت حسابك يقلع من 3 شهور 4 شهور وروح باش تندم تشوف كيما نقولوا النتائج مليحه. اسكو الرياضه تاعكم تقدر تعاوني باش نقص الوزن تاعي؟ هذا الشيء اكيد. يعني انت اذا تمارس الرياضه بانتظام مع اكل صحي حتصيب نتائج مبهره. دوكا قالوا لك وعلاش دخلت مرتك معاك في الدومين تاع سبور؟ جوستومون المرة تاعي في الحقيقه عرفتها انايا اصلا في الرياضه، يعني انا كنت المدرب تاعها، والحمد لله ربي كتب اننا نكونوا زوجين ونبنيو هذه العائله. اوتوماتيكمون ماش حنتخلاو على الشيء اللي بدينا منه، هي رياضيه وانا رياضي، اوتوماتيكمون حنكملوا في الرياضه. هنا لخصنا لكم الاسئله اللي كانت جاتنا بزاف في انستغرام وجاوبنا لكم عليها، ودرك نهضروا لكم على حاجه واحده اخرى. يعني اذا تكلمنا عن الرياضه دوك اي اب ماوش حيمد وليدو الرياضه راهي غير معروفه ولا ما عندهاش منافسات محليه ولائيه دوليه، ماذا به وليدو يروح بعيد. هي في كما نقولوا احنا في البدايه الاب الوليد الرياضي اللي حيجيبه لك ماذا به وليدو يكون رياضي، هذه الحاجه الاولى، ويكون مربي ويدافع على نفسه. بصح هذا لا يعني انه انت كما نقولوا الامانه تاعو ما تستحفظش عليها وتاطره مليح وتخليه يروح بعيد. اذا تكلمنا على هذا الجانب احنا في هذه الرياضه الحمد لله يعني خاضعين كما نقولوا الامور القانونيه عادي، كلش راهو فالابل. وعندنا الحمد لله اسسنا نادي خاص بنا، كنا تابعين نادي ولائي اللي رانا نمارسوا في هذه الرياضه ورياضات اخرى. واسمه النادي تاعنا النادي الرياضي الهاوي ماوار البليده. وش معناها ماوار؟ ماوار هي كلمه اندونيسيه يعني الورود، يعني الورد،
احنا خصصنا هذا الاسم على جال بليده اللي معروفه بمدينه الورود، والرمز تاعو يسموه سيارامبي، يعني هو كلوب رياضي ماور بليده. اسكو عندكم دي كومبيتيسيون ولايال ناسيونال وانترناسيونال؟ جوستومون، يعني هذا كنت سبقت هضرت فيه قبيله. عندنا منافسات ولائيه وعندنا وطنيه وعالميه. وش من العام بدا هذا الستيل في البليده؟ يعني اذا قبل ما نهضروا على البليده نهضروا على الجزائر. يعني هذا الرياضه دخلت على يد الاستاذ الخبير سكفان الحسن اللي نوجه له تحيه، هو مؤسس هذه الرياضه، دخلت في 2014 وفي ولايه البليده. يعني كانت هي سباقه لهذا الشيء. ينفو دخل السبور للجزائر دخلت مع ولايه البليده، كانوا كما نقولوا احنا المدربين قدامى في الرياضه القديمه اللي كانوا يمارسوها مع المؤسس. يعني غير جاب الرياضه اوتوماتيكيا دخلت في ولايه البليده، وفي البليده وسط دخلت في 2016. اسكو عندنا دي زاتليت راحوا للانترناسيونال؟ الحمد لله، ربي وفقنا باش كان عندنا بطل عالمي تحصل على مرتبه ثالثه في البطوله العالميه اللي اقيمت في ماليزيا سنه 2022 في جويلية اللي فات. كما هضرنا من قبل، محتوى القناه تاعنا ما راهوش رايح يكون مخصص غير في الرياضه، يعني قلنا يكونوا دي فلوق على حياتنا الخاصه، ويكونوا ان شاء الله اكل صحي اللي راك حتشوفوا الشاف ريما معنا والشيف احمد. سوا. والنادي الرياضي تاعنا ماوار ما فيهش غير الرياضات تاعنا اللي هي البانشاكسيلات، هو متعدد الرياضات، فيه رياضات فرديه وجماعيه، بما فيها الرياضه اللي نمارسوا فيها اللي هي البانشاكسيلات. كان هذا فيديو اليوم. إلا عجبكم الفيديو خلونا رايكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.